القصة بتبدأ بسوك جين، طالب جامعي من عيلة غنية جدا ما اشتغلش قبل كده، لكنه مكرس نفسه للدراسة علشان أهله عاوزينه يكون الأفضل. كل يوم بيصحى الساعة 4 الفجر وبيكرس كل وقته للمذاكرة من غير ما يكون عنده وقت للترفيه. بالرغم من كل الشغل ده دايما بيجي التاني في فصله، وده بيضايقه جدا. في المشهد اللي بعد كده سوك جين بيتكلم مع صاحبه المقرب جوانج، واللي سمع إشاعة إن الطالبة الأولى كيونج جو هتنتقل لبلد تاني، وده معناه إن صديقه أخيرا هياخد المركز الأول. للأسف وهما بيحتفلوا بالخبر ده بيشوفوا كيونج جو وهي داخلة المدرسة، فسوك جين بيحبط علشان أمله في إنه يبقى الطالب الأول راح. في المساء سوك جين وأصحابه بيروحوا حفلة استقبال الطلاب الجدد وبيتقابلوا مع كام طالب جديد. واحدة منهم اسمها جيسو لفتت انتباهه، وهي كمان باين عليها معجبة بيه. المجموعة بتتكلم عن ازاي جينوك دايما بياخد المركز التاني وعلشان كده لقبه التاني دوما، لكن جيسو بتقول انه يقدر يكون الاول لو عايز، وبتشجعه انه يشتغل على نفسه. بكلامها سوك جين بيتحفز جدا وبيعلن انه هيحقق المركز الاول الترم ده، بس اصحابه مش مصدقينه فبيعملوا رهان لو محققش المركز الاول هيلبس تي شيرت مكتوب عليه التاني دوما ويرقص ستيب قدام الكلية كلها. سوك جين بيقبل التحدي وبيعمل فيديو لايف وبيعلنه للكل. بعد كده بيقعد مع جوانج وبيطلب منه أفكار علشان يتفوق على كيونج جو. هو متضايق علشان بتشتغل أكتر من وظيفة ومع ذلك بتبقى الأولى في الفصل. جوانج بيقوله إن في طريقتين تهزم بيهم عدوك، يا تقتله يا تخليه يحبك. بيقترح عليه إنه يعترف لها بحبه لدرجة إنها ما تعرفش تركز في المدرسة. سوك جين بيشوف إن الخطة مجنونة لكن بيقرر يجربها. تاني يوم الصبح بيحط شوكولاتة في لوكر كيونج جو ومعاها ورقة مجهولة بيعترف بيها بمشاعره، وبيقول لها إنه هيبقى يراقبها أثناء العرض التقديمي. لما البنت بتلاقي الحاجات دي ما بتديهاش اهتمام كبير، وسوك جين بيشوفها من بعيد وبيقعد يضحك، فبيفتكر إن ده كفاية إنه يخليها تتلخبط. لكن للأسف الخطة ما بتنجحش وبتقدم عرض تقديمي رائع. جوانج بيقول لسوك جين اللي متضايق إنه لازم يعترف ليها بشكل مباشر. في المساء بيروح يقابل كيونج جو وبيعترف ليها بطريقة غريبة إنه دايما كان معجب بيها، وبعديها بيسألها لو كانت ممكن تبقى حبيبته، والمفاجأة إنها بتوافق وبتقوله إنها معجبة بيه برضه. لما بيسمع ده بيتصدم جدا وبيجري بعيد من غير ما يقول أي حاجة. في المشهد اللي بعد كده بنشوف كيونج جو بتحكي لصاحبتها عن اللي حصل. بيتضح إنها كانت عارفة في خطته من الأول، لأن صاحبتها كانت سمعت كلام الولاد في فترة الظهر. خطتها إنها تشغله بالمواعدة المزيفة علشان رتبته تنزل أكتر من المركز التاني. وعلى الجانب الآخر سوك جين بيجري يقابل أصحابه ومش مصدق إن كيونج جو قبلت عرضه. بيقول لهم إنه عاوز يلغي الرهان وما بيقدرش يكمل، لكن جوان في الوقت ده كان مشغول بتهدئة صديقهم التاني اللي رسب في امتحاناته بعد ما انفصل عن حبيبته. لما شاف ده سوك جين بيدرك إن الوقوع في الحب هيشتتها عن دراستها وبيقرر يوعدها موعد مزيف. في الأيام اللي جاية بيمثل إنه واقع في حبها بشكل كبير وبيفضل يتبعها في كل مكان، حتى إنه بيزور كل أماكن شغلها وبيجيب لها ورد وهدايا. ولأنه بيكرس كل وقته لمتابعتها ما بيلاقيش بال للمدرسة. في يوم من الأيام بيوصل عند مكان شغلها علشان يرجعها البيت، وهم ماشيين مع بعض بيسألها عن حلمها وبيكتشف إن عندهم نفس الحلم، وهو إنهم يحصلوا على وظيفة كويسة ويكونوا عيلة سعيدة. في وقت لاحق بيلاحظ البطل جرح في إيدها وبيحاول يتأكد منه، لكنها بتفتكر إنه عاوز يمسك إيدها فبتضربه في رقبته، وده بيخليه يلهث من قلة الهواء. وبعدين سوك جين بيقول لها إنهم بما إنهم بيتوعدوا فمن الطبيعي إنهم يمسكوا إيدين بعض، لكنها بتتكسف جدا من اللي عملته وبتجري بعيد. وتاني يوم الاتنين بيروحوا لغرفة هروب في أول موعد ليهم. هناك بيقضوا 3 ساعات في اللعب لكن ما بيحصلش أي تقدم في علاقتهم. فسوك جين بيقرر إنه لازم يعمل حاجة جريئة علشان يثبت إنه بيحبها، وبعديها بيقرب منها وبيبوسها على خدها، وأثناء ما بيجهز للبوسة التانية فجأة هي بتقرب منه وبتبدأ تبوسه. البطل بيتصدم وبيفضل يتساءل إزاي هي شاطرة كده في البوس. في النهاية بيسيطر عليه الموقف وبيبدأ يستمتع باللحظة، لكن بعد شوية بيجي صوت من السماعات بيطلب منهم يوقفوا اللي بيعملوه وبينفصلوا. وبعدين وهم ماشيين للبيت بيبان عليهم إنهم متضايقين
وبيفكروا إنهم ينهوا موضوع المواعدة المزيفة دي كلها. فجأة بتستقبل كيونج جو مكالمة وبتعرف إن جدتها اتنقلت المستشفى. بما إن الوقت متأخر علشان تركب الأتوبيس، سوك جين بيعرض عليها يوصلها وبتوافق. لما بيوصلوا المستشفى، كيونج جو بتبكي قدام جدتها وبتترجاها تبطل شغل. بنكتشف إن جدتها هي اللي ربتها في الريف وإن مفيش حد ليهم غير بعض. سوك جين بيتأثر بالموقف العاطفي ده، وبعدين لما الجدة بتخرج من المستشفى بيعرض عليهم يوصلهم البيت، لكن الجدة بتقول إنها مش هتقدر تخليه يسوق كل الطريق للمدينة في الوقت ده، فبتقترح إنه يقضي الليلة عندهم. لما بيسمعوا ده هما الاتنين بيحاولوا يرفضوا، لكن في النهاية بيوافقوا علشان الجدة مصرة. بعدين لما بيوصلوا البيت، كيونج جو بتوريه الأوضة اللي هيقعد بيها وبتشكره على مساعدته. بعد ما بتخرج بيلاقي صور ليها في الأوضة، وده بيخليه مبسوط. تاني يوم، سوك جين بيصحى متأخر في الظهر وبيتصدم وهو بيتناول الفطار مع كيونج جو. بيقول إن دي أول مرة ما بيصحاش فيها الساعة 4 الفجر. بيحس براحة في المكان ده وبيسألها لو كان ممكن يقعد يوم كمان. البطلة بتحاول ترفض، لكن في اللحظة دي الجدة بتدخل وبتقوله إنه يقدر يقعد قد ما هو عايز. في الظهر التلاتة بيروحوا السوق وبيستمتعوا بوقتهم مع بعض. هي كمان بتوريهم القرية على عجلتها. في الفجر الاتنين بيقعدوا يستريحوا وبيصوروا المناظر الجميلة. في الوقت ده كيونج جو بتصور ليه صورة في السر، وبعديها بتشتكي إنها لازم تشيله على عجلتها. هو بيقول لها إنه ما بيعرفش يسوق عجلة لأن أهله كانوا صارمين جدا معاه في الدراسة لدرجة إنهم معلموهوش. هو متعود يحط ضغط كبير على نفسه لدرجة إن الريف بيحسسه إنه بيهرب، لكن كيونج جو بتقول إن العكس بالنسبة ليها علشان عاوزة تهرب من هنا. بتقول إن حلمها إنها تقدر تنقل جدتها من هنا. سوك جين بيشوف إن دي حاجة عظيمة. كيونج جو بعديها بتبتسم وبتقول إنها هتعلمه إزاي يسوق عجلة. تاني يوم الصبح، سوك جين بيودع الجدة وهي بتشكره على إنه طيب وذكي. بتقوله إن أهله لازم يكونوا فخورين بيه علشان هو ابن كويس. هو بيقول لها إنه التاني في فصله، لكن الجدة بتقول إن المركز التاني برضو كويس علشان مش كل الناس تقدر تحقق ده. بعديها بتديله شوية فلوس وهو بيقبلها علشان مش عاوز يزعجها. بعد أيام في المدرسة، سوك جين بيكتشف إن كيونج جو راحت العيادة بسبب نزيف في الأنف. بيروح علشان يلاقيها وفجأة بيشوف جي سو واللي بتسأله ليه كان بعيد عنها الفترة اللي فاتت، وبتذكر الإشاعات اللي بتتكلم عن علاقته بالبنت الشاطرة. بتسأله لو كانوا بيواعدوا بعض علشان حتى صور البروفايل بتاعتهم متاخدة في نفس المكان. سوك جين بينفي ده، وفي اللحظة دي كيونج جو كمان بتظهر وبتوافق على كلامه. بتقول لجي سو ما تقلقش من ناحيتهم علشان حتى ما بيحبوش بعض. بعد ما جي سو بتمشي، سوك جين بيحس بالذنب فبيقول لكيونج جو إنه الأفضل إنهم يخلوا علاقتهم سرية. بيسألها عن سبب النزيف اللي حصل لها في الأنف، فبتقوله إن السبب هي ضغوطات الشغل. بعدين بيعرض عليها إنه يغطي لها شيفت الشغل بتاعها، وبيقول إنه دايما كان نفسه يشتغل شغلانة بارت تايم، لكنها بتقوله إنه لو فعلا محتاج للشغل المفروض يدور على واحد لنفسه. بعدين لما سوك جين بيرجع البيت، والده بيزعق ليه علشان ما بيذاكرش وكمان بيكون دايما التاني. فوق ده كله بيقوله إنه غبي وبيهدده إنه لو جاب المركز التاني هيروح الجيش. في المشهد اللي بعده، جوانج بيقول لسوك جين إنه المفروض ينفصل عن كيونج جو قبل الامتحانات علشان يخليها ما تقدرش تركز، لكن بطلنا بيشوف إن ده قاسي شوية وبيرفض يعمله. بعد كده بيقابل كيونج جو، وقبل ما يقول حاجة هي بتقترح عليه إنهم ينفصلوا. لما بيسألها عن السبب بتقول إن هو مش الولد المثالي بالنسبة ليها. وخلال الامتحان سوك جين مش قادر يركز وبيفضل يبص عليها. بعد ما الامتحانات بتخلص بيقرب منها في المكتبة وبيعرض عليها إنه يشيل لها الكتب، لكنها بترفض. بتقوله إنها عارفة كل حاجة عن خططه علشان يدمرها. سوك جين بيعترف إنه كذب عليها، لكنه بيقول إنه كان مضطر يعمل كده. هي مش بتفهم ده وبتقوله إن هو مش مديون ولا مضطر يقلق على الحصول على منحة دراسية زيها. سوك جين بيجادل إنه الفلوس مش كل حاجة وبيتكلم عن ضغط أهله عليه، لكن كيونج جو بتقول إنها مش مهتمة بمشاكله علشان على عكسه حياتها بتعتمد على درجاتها. بعد أيام بتطلع نتائج الامتحانات وسوك جين بيتصدم لما بيلاقي إنه جاب المركز الأول المرة دي. جي سو بتهنيه وبتقول إنها كانت عارفة إنه هيقدر يعملها، لكن هو بيقلق على كيونج جو وإزاي ممكن تكون حاسة. لما بتشوف ده جي سو بتقول إنها كانت عارفة
إن في حاجة بتحصل بينهم وبتسيبه وهي غاضبة. بعدين سوك جين بيروح لمطعم علشان يتغدى مع أهله. أمه بتهنيه على إنه جاب المركز الأول، لكن أبوه بيقول إنه مش حاجة كبيرة وبيقول لها إنها تبطل تدلل ابنهم. في اللحظة دي هو بيدرك إنه مهما عمل مش هيكفي أبوه اللي دايما ضاغط عليه، فبيحط بطاقة الائتمان مفاتيح العربية والساعات على الترابيزة وبيقول إن المركز التاني برضو كويس. بعد كده بيجري على قرية الجدة وبيرجع لها الفلوس اللي كانت اديتها له، بيقول لها إنه ما يستحقهاش وبيبدأ يعيط. في اللحظة دي كيونج جو بتوصل كمان وبيقعدوا مع بعض بيتكلموا عن مواضيع مختلفة منها عائلتهم وحياتهم. وبعدين سوك جين بيقول إنه عاوز يقعد الليلة علشان هي تعلمه إزاي يسوق عجلة. البنت بتحس نحوه بالشفقة فبتوافق بابتسامة حلوة. تاني يوم بتعلمه إزاي يسوق عجلة، وخلال الوقت ده الاتنين بيصالحوا بعض. بعد أيام بنشوف إن سوك جين ساب بيته وعاش لوحده في شقة بسيطة، بيروح المدرسة على عجلة والأول مرة في حياته بيحس بحرية. بعد كده بيقرب من كيونج جو في المكتبة وبيقول لها إنه بيحبها وعاوز يوعدها بجد، لكنها ما بتردش لأنها لسه مش واثقة فيه. بعد الحصة سوك جين بيظهر قدام الكلية لابس تي شيرت مكتوب عليها كيونج جو أنا بحبك، وبيبدأ يرقص تاب دانس. لما الناس بيشوفوا ده بيبدأوا يستهزئوا بيه، لكنه مش بيهتم علشان كيونج جو مبسوطة بشوفته. وفي آخر الرقصة بيقرب منها ومعاه باقة ورد وبيطلب منها تكون حبيبته. هي بتهزر وبتقول إنها كان لازم توافق من الأول علشان تتجنب الإحراج ده، وفي الآخر كيونج جو بتوافق والكل بيشجعهم. بعديها الاتنين بيمسكوا ايدين بعض وبيجروا بعيد وهم مبسوطين، وفي كده القصة بتنتهي. أتمنى تكون عجبتكم وأتمنى تضغطوا لايك وتشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس. بحبكم قوي. باي باي.